يا جماعة، الدهب وصل $5000 وهيوصل لفين؟ في أكتوبر 2025 الدهب عمل حاجة ما حصلتش قبل كده في التاريخ كله، كسر حاجز $4000 للأوقية. وبعد كام شهر بس في يناير 2026 وصل $5595، يعني طالع 55% في سنة واحدة بس. كل الناس دلوقتي بتسأل سؤال واحد: ليه يا عم الحاج؟ الإجابة السهلة اللي على لسان الكل: الحرب، التضخم، عدم الاستقرار. بس والله يا صاحبي الإجابة الحقيقية أعمق وأخطر بكتير، لأن في ناس بعينهم بيتحكموا في السعر ده، مش السوق العادي، مش عرض وطلب بس. ناس ومؤسسات وقرارات بتحرك الدنيا، وانت مش هتصدق مين هم. الجهة اللي المفروض تكون محايدة ومستقلة ومصلحتها إن الأسعار تبقى ثابتة، هي اللي بتضرب السعر الفوق دلوقتي. البنوك المركزية يا جماعة هي المتحكم رقم 1 في سعر الذهب. ده السر اللي هيفاجئك في الفيديو ده. يلا بينا، قبل ما نبدأ اعمل لايك واشتراك وفعل الجرس عشان ما يفوتكش حاجة. خليني أسألك سؤال بسيط أول حاجة: ليه الذهب غالي أصلا يا عم؟ هو مش بيجيب أرباح زي الأسهم، ولا إيجار زي العقار، ولا فايدة زي السندات. انت بتحطه في الدرج وتتفرج عليه. طيب ليه الناس دفعوا $5595 للأوقية؟ الإجابة في كلمة واحدة: الثقة. الذهب مش ورقة حكومة بتطبعها وتخربها، مش رقم في شاشة بنك، مش وعد سياسي ممكن يتكسر بكرة. الذهب قيمته موجودة من 5000 سنة. المصريين القدماء، الرومان، الإمبراطورية البريطانية، كلهم كانوا بيثقوا فيه. وكل مرة حكومة طبعت فلوس كتير وخربت عملتها، الناس اللي معاها ذهب هم اللي نجوا. بس دلوقتي في طبقة تانية فوق الثقة التاريخية دي، طبقة مرعبة: البنوك المركزية. في 2025 البنوك المركزية حول العالم اشترت 863 طن ذهب، أكتر من 863 ألف كيلو معدن أصفر. ده رقم ضخم جدا. قبل 2022 كانوا بيشتروا 400-500 طن في السنة، دلوقتي ضعفوا الرقم تقريبا. مين أكبر المشترين دول؟ البنك المركزي البولندي اشترى 102 طن لوحده، والمحافظ قال صراحة ده لأمن قومي. البنك الكازاخستاني اشترى 57 طن، أعلى رقم من 1993، وقال هنفضل نشتري لحد ما التوترات تهدى. البرازيل رجع بعد غياب 4 سنين واشترى 43 طن في ضربة واحدة. الصين من أكبر المشترين على الإطلاق. وحتى أمريكا 81% من احتياطياتها ذهب. دي مش صدفة يا صاحبي، ده قرار استراتيجي عالمي. ليه دلوقتي بالذات؟ الإجابة في 3 أسباب قنابل. 1. الهروب من الدولار. من 2022 العالم شاف أمريكا جمدت 300 مليار من احتياطي روسيا. الدول الكبيرة قالت يا نهار اسود، الدولار سلاح. الحل الذهب، لأن أمريكا ما تقدرش تصدره وما يتجمدش، هو بتاعك أنت وبس. 2. التنويع بعيد عن السندات الأمريكية. أول مرة من 1996 حصة الذهب في احتياطي البنوك المركزية تعدت حصة السندات الأمريكية، رقم تاريخي. 3. التأمين ضد طباعة الفلوس. بعد كورونا طبعوا تريليونات أمريكا وأوروبا، والنتيجة تضخم، والذهب هو أقوى حيطة سد ضد التضخم. حتى البنوك المركزية نفسها خايفة من اللي عملته. بس البنوك المركزية مش هي كل الحكاية. في متحكم تاني قنبلة: صناديق ال ETF المدعومة بالذهب. ببساطة، بدل ما تشتري سبيكة وتخبيها تحت البلاطة، تشتري سهم عادي في البورصة. الصندوق يشتري ذهب حقيقي نيابة عنك. في الربع الثالث 2025 دخل الصناديق دي أكبر تدفقات في تاريخها. شهر سبتمبر لوحده 26 مليار دولار. يعني ملايين الناس العاديين والمؤسسات هجموا على الذهب، والطلب ده زق السعر للسما، وكل ما يغلى الناس تطمع أكتر. حلقة مفرغة اسمها فومو. تعال بقى للجزء الحساس: علاقة الذهب بسعر الفايدة في أمريكا. القاعدة سهلة تحفظها زي اسمك: لما الفايدة ترتفع الذهب ينزل، لما الفايدة تنزل الذهب يطير. لأن الذهب ما بيديكش فايدة، فلو الفايدة 5% ليه تشتري ذهب؟ بس لو نزلت ل2% الذهب يبقى مغري جدا. والفيدرالي بدأ ينزل الفايدة من 2024، وتوقعات أكتر في 2026، وترامب كان بيضغط عليه علنا، والسوق استبق اللي هيحصل واشترى ذهب. الصين والهند مش مجرد مشترين،
دول محركات جبارة. الصين بنكها المركزي أكبر مشتري، زائد المواطن بيشتري في الأعياد بأرقام فلكية. الهند تاني أكبر مستهلك، الذهب عندهم جزء من الزواج والتقاليد، أي زيادة دخل يساوي ذهب فوراً. والمتحكم الخامس اللي الكل عارفه، التوترات الجيوسياسية. مش مجرد حرب يساوي ذهب غالي، القاعدة الأدق انعدام اليقين يساوي ذهب يطير. في 2025 الذهب كسر أكتر من 50 رقم قياسي، مش بسبب حرب واحدة، بسبب تراكم الخوف، حروب تجارية زائد أوكرانيا زائد الشرق الأوسط زائد مخاوف ركود، كل ده خلى الناس تجري على الذهب. طيب السؤال اللي بياكل دماغنا، الذهب هيوصل لفين؟ خليني أقولك توقعات أكبر الحيتان في العالم. جي بي مورغان $5000 في آخر 2026 وممكن يكسر 6000 على المدى البعيد. مورغان ستانلي $4400. جولدمان ساكس $5000 خصوصاً لو ترامب تدخل في الفيدرالي. مجلس الذهب العالمي زيادة 15%. وفي توقعات مجنونة 7408 و11274 $. بس التوقعات مش قرآن، في مخاطر حقيقية ممكن توقف الصعود. هدوء التوترات، ارتفاع مفاجئ في الفايدة، كراش في الأسواق، البنوك المركزية تبيع. وفي منافس قوي، البيتكوين. بس الذهب لسه ملك الملاذات الآمنة لأنه عنده 5000 سنة تاريخ، زائد البنوك المركزية بتشتريه، زائد الصين والهند بيثقوا فيه. البيتكوين ممكن يكمل معاه في محفظة واحدة. الخلاصة يا صاحبي، مفيش جهة واحدة بتتحكم، في شبكة من 5 قوى كلها ماشية في اتجاه واحد دلوقتي: البنوك المركزية، صناديق الETF، الفيدرالي، الصين والهند، التوترات الجيوسياسية. الذهب مش مجرد معدن أصفر، ده مراية بتعكس مدى ثقتنا في الحكومات والعملات والمؤسسات. كل ما الثقة تنزل الذهب يغلى. السؤال الحقيقي مش الذهب هيوصل كام؟ السؤال هل العالم هيرجع يثق تاني قريب؟ قولي في الكومنتات، انت بتشتري ذهب دلوقتي وتخزنه ولا شايف السعر مبالغ فيه؟ لو الفيديو رتب أفكارك اعمل لايك واشتراك وفعل الجرس، واشوفك في الفيديو الجاي. سلام يا أبطال.